السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء القشطة بالعسل، يا مساء الشربات بالمكسرات، يا مساء كل حاجة حلوة. ازيكم؟ ممكن نقلع الحاجات دي بقى. اهلا 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 اهلا. يا هلا يا هلا يا هلا. عايزة اقطع البصل ده معاكم. بسم الله. عاملين ايه؟ مستعدين للكلام المهم؟ اهلا اهلا. ازيك يا فايزة؟ عامله ايه روحي؟ اخبارك ايه؟ هنعمل ايه النهارده مع الكلام المهم؟ الكلام المهم قوي. مين منكم بيحاول يعمل مشاريع وما بيعرفش؟ جالي على الاسك اللي عملته شوية حاجات في الجون في الجون في الجون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قبل ما نبتدي وقبل ما نعمل اي حاجة، حفظنا؟ ايوه يا شيماء، ايوه برافو عليكي. النهاردة هتسمعي اللايف ان شاء الله. حفظنا الادعية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والدعاء الثاني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الدعاء الثاني سهل وجميل وصغنن. يا رب تكونوا حفظتوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفوت اللي عملته ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الناس كلها حفظته ومبسوطة وسعيدة والله جدا 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 ان الناس حفظته. ما فيش الا يمكن 5% بس اللي ما حفظوش، وانا مستنية 5% دول يحفظوه ان شاء الله باذن الله. عايزين نكلم ان النوس، بس عايزة ايه نقيم الدنيا بس كده شوية. هعمل ايه؟ هعمل صينية لحمة مفرومة بالبطاطس البيضة اللي من غير طماطم، اللي من غير طماطم. لحمة مفرومة هنا، انا حاطة اللحمة مفرومة هنا، وده البصل. بسم الله بسم الله بسم الله. اهو البصل اهو، حط عليه شوية فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حط شوية ملح، وبعدين انا بحب، برافو عليكي برافو عليكي يا ميرفت، انا بحب امرك قوي البصل في اللحمة المفرومة. امرك يعني مش عارفة امرك دي تعرفوها ولا لأ، بس هي امرك امركها في بعضيها كده. وبحب كمان مية البصل، بحب قوي مية البصل، تدي طعم رائع للحمة المفرومة. مساء الفل، يا اهلا يا اهلا. ازيك يا سحورة؟ عامله ايه روحي؟ نمرك بقى كده، نمرك البصل في اللحمه المفرومه. وبعدين نجيب الصينيه دي من ايام جوازي. امتى جوازي؟ انا اتجوزت سنه 88، 12/88، 15/12/88. فالصينية دي من جهازي. بموت في الصواني الألمونيا، بموت فيها. ايه مالكو؟
مالكو؟ من سنة 88. احلى سنة في حياتي، احلى 10 سنين و4 شهور و11 يوم. كلنا كان عندنا زيها يا روحي، الصينية دي كلنا كان عندنا زيها. كده بقى نحط اللحمة مفرومة كده في النص، كده في نص الصينية كده كده. سهلة وحلوة وخفيفة، خفيفة فعلا والله خفيفة. عايزة اقول لكم نفسي افتح التيك توك النهاردة. ربنا يخليك يا رب يا رباب، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. برافو عليك يا رحاب، ربنا يكرمك يا رب يا رحاب يا رب. وحشتيني وحشتيني. نفسي افتح التيك توك النهارده، اللايف. مش عارفه افتحه ولا ايه. انتوا عندكم تيك توك؟ عندكم اكونتات على تيك توك ولا لا؟ اللي عنده يقول لي. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا نورهان يا رب، تسلمي وتعيشي يا روح قلبي. بصوا بقى عملت كده كده، وبعدين عامله بقى بطاطس، بس بطاطس حلقات اهي، بس مش عاملاه. طيب حلو قوي. بصي بقى يا هند، اول ما اقول هروح راح اعمل على التيك توك، تعالوا لي هناك عشان احس كده ان ان انا مش لوحدي هناك كده. ماشي. هحط بطاطس بس مش تخينه قوي، بطاطس رفيعه كده شويه. انا مولعه الفرن على فكره، سامعينه. بنحط كده حواليها كده بطاطس كده كده كده. بحب قوي الاكله دي لانها خفيفه 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 خفيفه. والله يا اماني بقيتي تحبي الاكل الخفيف مش قوي. ماشي يا روح قلبي. كل واحد عنده تيك توك فكروني بس يعني افتحه، عشان انا عمري ما عملت لايف على تيك توك بصراحه، عمري. كده كده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ايوه كده 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 كده. ايوه. وهحط عليها حتة سمنة يا روح قلبي. ازيك يا جنة الرحمن يا قمر. حتة سمنة كده. ايوه. بجد تحفة. حاجة بوكيه تجنن تجنن والله العظيم. الحاجات اللي انا استخدمتها وقلت لكم عليها دي تجنن تجنن يا روحي والله. هحط قرنايه كده، وعايزة عليها شوية مية. ممكن تستنوني ثانية واحدة احط مية، ثانية واحدة. اتجوزتي عندك كام سنة عشان تحسبي؟ جاية حالا، جاية هكلمها نانسي. حاضر حالا حالا حالا. جاية 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 بعد شوية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هحطها بقى على النار كده اهي. بصوا الصينية اهي، شايفين شكلها.
شايفين؟ اقفي هنا كده، حطيت شويه ميه بس كده. شايفين اللحمه مفرومه في النص والبطاطس حواليها. بسم الله. الغاز مقفول. ايوه كده. نجيب غطا. اودي بقى الحاجات دي ونكلم الجميله نانسي. اغسل ايدي بس. شايفين دي؟ يبقى انا ايه؟ يبقى انا النهارده الشيف. يلا نكلم الننوس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا. أهلا يا مساء المكسرات والشربات. أيوة يا مساء القشطة بالعسل، يا مساء الشربات بالمكسرات، يا مساء كل حاجة حلوة. وانتي الحاجة الحلوة يا ننوسة والله. ربنا يبارك لك ويكبر خاطرك ويسعدك دايما. الله يخليك يا روح قلبي، الله يخليك. الناس هي على اللايف، فين النوسه فين النوسه فين النوسه. انا تحت الامر، عمالينه بس تشاور وانا تلاقيني على طول. يا حبيبه قلبي ربنا يكرمك يا رب، يبارك فيك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب. يا ننوسه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقده من لساني يفقه قولي. احنا النهارده جايين علشان ننفع بعض ان شاء الله باذن الله. وانا بجد يا نانسي، انا السؤال اللي انا بقوله ده انا فيه كتير جدا جدا، اذا كان في سيشنز او اذا كان في ايفنتات بروحها، او اذا كان مسجات من حبايب قلبي ولاد خالتي اللي موجودين معايا على الصفحه، كتير جدا بيسالوني ده. فخلينا نبدا السؤال اللي كلنا بنساله لنفسنا: ايه اللي بيعطلني عن تحقيق اللي نفسي فيه رغم اني عايزاه جدا؟ عايزه اقول لك بعض المسجات اللي جايه من حبايبي عشان تعرفي. انا عملت اسك على الانستجرام. انا هقول لك بعض الحاجات عشان تحطيها في دماغك وانت برضو ايه بتتكلمي. هقول لك حبه منهم. واحده كاتبه خوف، واحده كاتبه نفسي اعمل مشروع بس معرفش اعمل ايه، عصرت دماغي مليون مره بس مش مميزه في حاجه وما عنديش. هخنقك يا اللي قايله كده، مفيش ست مش مميزه في حاجه، هخنقك وجايالك دلوقتي. واحده كاتبه ما عنديش خبره في اي حاجه، هي نفسها اللي هاجيلها دي. واحده كاتبه نفسي اعرف والله ايه السبب ان انا مش ببتدي. واحدة كاتبة نفسي بجد أعرف إيه اللي بيعطلني بالرغم إني الحمد لله ملتزمة بالصلاة والأذكار، بس دايما حاسة إن في حاجة مكلبشاني. واحدة كاتبة الناس السلبية الجهلة وللأسف بيكونوا صلة الرحم، هم اللي بيهدوها يعني. واحدة كاتبة أكيد رأس المال. على فكرة مش كل حاجة لازم تبتدي جامدة يعني، هنتكلم فيها برضو دلوقتي. واحدة كاتبة للأسف علاقاتي محدودة. واحدة كاتبة التشتيت يا أماني وكتر الضغوط بالنسبة ليا بتعمل لي زي ضبابية في التفكير والإنجاز، للأسف بس هتغير. واحدة كاتبة الكسل دي أنا عارفاكي وهجيبك على فكرة. واحدة كاتبة الإحباط ساعات. واحدة كاتبة الزوج الغير متعاون. خلينا نكتفي بالحاجات دي دلوقتي يا نانسي، ونبتدي ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي لي وجهه نظرك ايه يا حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم
وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بص يا ست الكل، أول حاجة في ستات كتير جدا بتصحى الصبح كل يوم وهي عايزة وحاسة انها نفسها تبدأ. أيوة. تبدأ ايه؟ تبدأ مشروع، تبدأ دايت، تبدأ تقرب من ربنا، تبدأ تحفظ قرآن، تبدأ تفطر فطار صحي. لكن الغريب ان هي نفس الست دي اللي بتصحى كل يوم عندها النية دي ما بتبدأش، او تبدأ يوم يومين 3 كل الحماس ده يختفي. خدي بالك ده مش عشان هي كسولة ولا هي في حاجة جواها كل مرة بتشدها لورا. مش انها مش قادرة تحقق، مش انها ما عندهاش المقومات، مش ان هي ضعيفة، مش ان هي الكلام اللي كان بيتقال لها فصدقته عن نفسها. لا، ليني اقول لك حاجة هي ممكن تكون صادمة شوية. انتي مش قصدي امانينه اللي بتحس بالاحساس ده هي مش بتكسل. مخنا هو اللي بيدير اللعبة بالكامل. فحضرتك افصلي، انتي مش مخك، انتي مخك هو اللي بيدير، هو اللي مشغلك بالريموت كنترول. نفس في علم الاعصاب عندنا نظام داخل المخ اسمه ايه؟ اسمه الريورد سيستم، اللي هو نظام المكافأة. ده بيعتمد على هرمون كلنا عارفينه وفاهمينه غلط، والنهارده ربنا يعلمنا جميعا وينور بصائر الناس كلها جايين نصحح مفاهيم. هرمون الدوبامين اللي الناس بتسميه هرمون السعادة، ده مش هرمون السعادة. الحقيقة هرمون توقع والدافع. يعني الدوبامين ده يا ست الكل هرمون يطلع لما تحسي ان في مكافأة جايالك، مش لما توصلي لها. خدي بالك لان الكلام اللي بنقوله ده دقيق جدا. ايوه. مش لما اوصل للهدف، لا، انا مجرد ما فكرت في الهدف وبقى عندي الحماس اني هبدأ المشروع، هبدأ الصحي، هبدأ الرياضة، هبدأ الدايت، يبدأ الدوبامين يرتفع. ايوه. اديكي واحدة ست نفسها عندها فرح وعايزة والنهارده حجزت ميعاد مع دكتور الدايت او اخصائي نفسي. اول حاجه تعملها ايه؟ فرحانه جدا جدا وانتظر بكره وهي خارجه من عند الدكتور تخش السوبر ماركت تجيب بقى الخس والجزر ومش عارف مين الحاجات اللي هي هتعمل بيها البيئه اللي تساعدها على تحقيق الهدف. ايوه. نفس الست دي الدوبامين دلوقتي عندها هرمون التوقع والدافع عالي جدا. الحماس عندها جدا جدا جدا. جميل. ليه؟ ان في مكافأة جاية، لان انا هعمل الدايت، لان انا عندي فرح فهلبس الفستان الفلاني، فالدوبامين عندي ارتفع. مخك فقرد الدوبامين، حسيتي الحماس، تخيلتي النجاح. اول ما تيجي بقى لحظة الفعل، جينا بقى الصبح يلا قايمة عشان اعمل الفطار الصحي بتاعي. لحظة الفعل الحقيقية مخي يقول لي ايه؟ انت يا بنتي قد المجهود اللي هتعمليه ده، تحرمي نفسك ايه؟ ده اول واحد بيعيش مرة واحدة. ايوه. ايه ده؟ انت وشك اصلا لما تخسي هيبدأ يبقى وشك معجز. ده انت اصلا مش ملاحقة بين تمارين العيال ولا هتعملي اكل لنفسك. بصي انا بديلك مثال كلنا بنمر بيه. فيبدأ يقولك ايه؟ يا اختي اجلي بقى، اجلي مش وقته. تأجيل للمتعة، للهدف اللي انت كان نفسك فيه. جميل. طب هنا المخ بيعمل ايه؟ يبدأ الدوبامين يقل. اللي انت كنت امبارح عند الدكتور ونازله بكل الحماس اللي في الدنيا، فجأة لما وقت ساعة الصفر تحصل لك الافكار دي كلها، وهنقول ليه بتحصل لك دلوقتي حالا. ايوه. اوكي. اللي بقى بيحصل ما ده هو بقى الواحد ياكل اكل المستشفيات ده. يا رب، واصلا انا لما ببطل اكل ده
ايه ده الاكل وفرفشه ونعنشه وما اعرفش ايه، وتبداي عندك رغبه في الهروب من تحقيق اللي انت كنت من كام ساعه هتتجنني عليه. فكده بسرعه لايه؟ لمكافاه سريعه. ايه المكافاه السريعه؟ اكل، سوشيال ميديا. اكلم واحده صاحبتي اقول لها بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نفطر مع بعض. ايه اللي حصل لك؟ انت عايزه جرعه دوبامين سريعه جدا. اديكي وهديكم مثال كلنا مرينا بيه مع اولادنا. لما بتيجي زمان لما كان اهالينا يجيبوا لنا لعبه ونفرح، تفضل العروسه او العربيه لو ولد قاعد مبسوط بيها وفرحان بيها وقاعد بقى فرحان قوي، وكلنا كنا بنفرح بحاجاتنا. هاتي لنفس السن ده هاتي لسليم نفس العربيه دي وشوفي يفرح قد ايه. مش هتزيد عن ساعه. ليه؟ لان هو دلوقتي الهرمون اللي كان بيديله الدافع على انه الله ده انا هلعب بالعربيه، ده انا هيبقى عندي لعب كذا، ده انا كذا 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 كذا، جرعات دوبامين بقى بياخدها اسرع منين؟ من السوشيال ميديا، من الموبايل. فبالتالي تلاقينا كلنا اقعدي في عياده الدكتور، اقعدي في الدكتور، اول ما الست تتعصب تتاخر الدكتور، تتاخر عليك مين تقوم ماسكه الموبايل، اول حاجه تعملها ليه؟ انا بجري على جرعه دوبامين سريعه. صح جميل فعلا. بجري على المكافاه السريعه لانها بتديني دوبامين اسرع واسهل. يبقى المشكله فين؟ يبقى المشكله هنا ان المخ بقى متعود على مكافاه فوريه بدون مجهود، وهجيلك حالا عند اصحاب النوايا ان هم عايزين يفتحوا مشاريع. فاي هدف في الدنيا محتاج صبر. يبان للمخ بقى ايه؟ ده تهديد. تهديد لان انا هخرج من منطقه الامان. البني ادم والنفس بصفه عامه ما بتحبش تجهد نفسها، ما بتحبش الخروج من المنطقه الامنه. حتى احنا كمصريين اخترعنا مثال وبقينا حابينه قوي وعابر للاجيال، اللي تعرفه اكتر من اللي ما تعرفوش. في حين اللي ما تعرفوش ده ممكن يبقى احسن مليون مره ويندمني على اللي كنت فاكره نفسي اعرفه. اوكي تمام حلو. اي شيء في الدنيا محتاج صبر. فبيبان للمخ كانه تهديد، فتبداي تاخدي خطوه لورا. جميل. طب البني ادم اللي بيبدا ويرجع، لو احنا واخدين مثال ان انا عايزه اخس، دي حاجه في علم النفس اسمها الدوبامين كراش سايكل. السايكل ده بتاعت دمار الدوبامين. حماس شديد جدا، بدايه قويه جدا، طبيعي تتعبي، يحصل فرق هبوط للدوبامين، يحصل انسحاب من اللي انت كنت بتعمليه، احباط، جلد ذات، شكرا انا مش هبدا مشروع، انا مش هبدا دايت، انا مش هغير من اسلوب حياتي ولا نمط تفكيري. ومن هنا تبدا الجمله الخطيره بتاعتنا، انا مش بعرف اكمل حاجه للاخر. صح اوكي. بس في كمان هو ده طبيعي ده يا نانسي مش كده؟ لا مش طبيعي. يعني مش ده الطبيعي اللي بيحصل مع. استني بقى عشان هحط الصينيه في الفرن ثانيه واحده. عايزه تقولي لي ان اللي انت بتقوليه ده مش طبيعي؟ لا هو احنا لو عايزين نحقق اهداف مش هنسيب ده يبقى طبيعي. احنا هنتكلم النهارده هنعالج ده ازاي. بس البني ادم اللي انا بوري لك الحوار، البني ادم مع نفسه اللي بيتعطل عن تحقيق اهداف. اوكي. ولكن طبيعي ان اللي عنده اهداف ما بيسيبش مخه يسيطر عليه. اوكي. مفيش حد فينا هنا مش عايز يعيش حياه سهله، ولكن سنه الحياه ان احنا لازم نسعى، لازم نعمل مجهود، وبعدين بالباقي على ربنا. وقال للانسان الا ايه؟ ما سعى. ما سعى. ويجي يطمنك يقول لك ايه؟ وان سعيه سوف ايه؟ سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. صح. يجي بيطمنك يقول لك انت مش مطلوب منك نتائج، انت مطلوب منك بس وريني الخطوه الاولى وسيبي بقى عليا. في كمان مواد تانية بتلعب دور في موضوع احباط البني ادم انه يحقق حاجه. السيروتونين، الهرمون بتاع السيروتونين ده مرتبط بالرضا والاستقرار. لو حافظ عندك الهرمون ده بتحس بعدم قيمه لنفسك. انا فاشله، هو انا عمري يعني نجحت في حاجه ولا عملت رياضه وفلحت، هو انا عمري فتحت مشروع وكمل للاخر.
طول ما انت صورتك الذاتيه قدام نفسك انا ما بعرفش، انا ضعيفه، انا الناس جايه عليا، انا ضحيه الزمن والظروف والجيران والعيله، عمري ما اعمل حاجه، هصدم كل الناس صدمه مش هتعجبكم. وهي مفيش انسان ضحيه حاجه. صح. مفيش انسان ضحيه شخص. مفيش، ربنا ما خلقش انسان ضحيه ظروف، لانك بطريقه غير مباشره لو سبتي نفسك من التفكير بتاع انا ضحيه فلان ولا ظروف ولا مجتمع ولا حياه ولا زوج ولا عيال، يبقى حضرتك من غير ما تحسي بتتهمي ربنا بالظلم. اعوذ بالله. ليس ذنب العبد. لما ربنا سبحانه وتعالى بيديلنا حاجات احنا مش قدها، ولو الابتلاءات دي او وعشان احنا هنروح للابتلاءات برضه، لو ربنا سبحانه وتعالى بيديكي حاجه جايب لك فكره حاجه وانت مش قادره تعمليها، المشكله عندك انت. المشكله مش في ظروفك، لان ربنا قالها لك وبيفكرك بيها كل ليله قبل ما تنامي. تفكري نفسك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبصوره ثانيه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ادام ربنا ادالك حاجه حضرتك كل تقدري عليها. فانسان ضحيه طول ما انت عارفه انك مش ضحيه حد هتقدري تنجزي. لكن لو انا شخص بطبيعتي اول حاجه بفكر فيها اصل انا مش هعرف اعمل مشروع عشان فلانه بتحسدني، اصل انا جوزي ضد مش عارف مين، اصل الناس كلها حطاني في دماغها، اصل انا ما بعرفش افكر، فلما بقول لحد بيسرق فكرتي ويروح يعملها هو، ده اللي بتدور حوالين ايه؟ انا ضحيه. لا وعندك كمان اصل فلانه بنت خالتي عملته وفشلت فانا اكيد مش هنجح. طبعا انا اجيلك دلوقتي البني ادم بيقول لنفسه بقى. اوكي. فحضرتك لو انت لعبتي دور الضحيه او مش هتطلعي خطوه لقدام. جميل. صح. يجي يحصل ايه بقى حضرتك لما انت صورتك الذاتيه قدام نفسك مهزوزه، انا ما اقدرش، انا يا اختي مش فالحه حاجه، انا مش عارف ايه، يبدا هرمون مهم جدا في مخ البني ادم اسمه الكورتيزول. اوكي. الكورتيزول ده هرمون التوتر. لو عالي والحمد لله عالي عندنا كلنا، مخك بيدخل في وضع اسمه الهروب مش الانجاز. انا ههرب من تحقيق الهدف باي شكل. انا مستثمره، انا اقدر، دي مسؤوليه كبيره، انا لو حطيت فلوسي في المشروع ايه اللي هيجرى بقى لو خسرت؟ ايه اللي هيجرى لو فشلت؟ لو الناس قالوا دي ما بتعرفش تكمل في حاجه، لو بنت خالتي لسه كنت بتقولي عليها دلوقتي نجحت وانا ما نجحتش، لو شكرا يبدا هرمون الكورتيزول يرتفع، تبداي في توتر وتفكير مفرط، مش عارفه انام كتير، بدات اتعصب على الناس، بدات اتعصب في الشارع، بقيت مش حاسه براحه نفسيه في شغلي، علاقاتي اتدمرت، علاقاتي مع اصحابي بقيت منتظره على هفوه، اي حد يقول لي حاجه بمسك اطيع فيه. ليه؟ لان انا من الاول ده كان عدم احساس بعدم قيمه نفسي، فالكورتيزول زاد، فمخي دخل في وضع الهروب، فانا مش هعرف اعمل حاجه، انا اصلا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. المرحله دي دخلت ضمن تحت بند الخوف. طبعا تحت بند الخوف. ايوه. وانت كل ما بتخافي بتتوتري وبترجعي، الكورتيزول بيعلى. جميل. امتى راضيه؟ لما هرمون السيروتونين هو اللي يبقى عالي. وهنعرف دي بتعلى ازاي؟ ايوه خلاص عايزين نعليه. لا ما ده احنا هنعلي حاجات كتير قوي النهارده. طيب يا رب يا مسهل. طيب البعد النفسي للقصه الحلوه دي، الخوف اللي كنت بتتكلمي عليه، بس ده خوف اسمه الخوف الغير واعي. يعني اصل انا دلوقتي لو عملت مشروع وعملت وكل الناس عامله براندات لبس، اعمل ايه بقى؟ انا هروح فين انا فيهم دول؟ طب افرض نجحت مش هعرف اكمل، هجيب منين دي ثانيه؟ هعمل ازاي محل؟ هنزل ازاي؟ هتبدا مخك يقول لك ايه يا عم خلينا، فاحنا نرجع تاني للمثال اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. انت فلوسك في الذهب، انزلي اشتري الذهب ولا حاجه، ما تعمليش مشاريع، احنا مش عارفين بكره في ايه. وبعدين لو فشلت هتاكد ان انا لا اصلح في شيء. تاني حاجه الصفه الذاتيه، لو مش ملتزمه، افشالي دايما مخ
هيبروز لك الصوره دي ويكبرها لك قد الحيطه بتاعه بابتكم. مش هبقى شايفه الا هي، انا مش شايفه، فتلاقي نفسك في الهزار بتقولي ايه؟ خدي بالك جدا، خدوا بالكم جدا من كلامنا في الهزار. اصلي ما بيعيشليش شغالين، اصلي اصحابي كلهم بياعين، ايوه اصل انا على طول ما بعرفش اعمل دايت، اصل انا الخيبه اللي في اخواتي، حد باصص لي، اصل انا محسوده. اي حاجه لو النهارده العاصفه اللي قايمه علينا من بقالها يومين دي هتقول بصي اصل انا اللي اتحسدت، دي جايه لي مخصوص شماعات، حاسه انها كلها شماعات. جميل. ليه؟ لان انا حبيت الموضوع. طب ده مخ بيكبر لي وحاطط الفشل او عدم التزامي تحت العدم، يقول لي خليكي زي ما انت، بلاش تغيير، عشان يرفض التغيير. جميل. طيب ثالث حاجه في الابعاد النفسيه السيلف سابوتاج، اللي هو التدمير الذاتي. توقفي نفسك عشان تحمي نفسك من الالم المتوقع. بصي انا مش هتجوز فلان الفلاني اللي متقدم لي، او بنتي متقدم لها فلان، لا لا لا، لحسن يكون زي 90% من شباب الان. حضرتك عرفتي منين ان هم 90%؟ حضرتك بتشتغلي في هيئه التعبئه والاحصاء، حضرتك معاكي احصائيات الطلاق، ليه هو مش من 10% كده؟ حظنا بقى. فتبدأي تاني الكلام اللي بتقوليه لنفسك، حظي اللي وحش، اصل انا ما بيحصليش، انا اصلي منظوره انا والعيال ومعمول لنا عمل، اصل كذا كذا كذا. فبتلفي وتدوري تدمري ذاتك بالسيلف سابوتاج ده. فتوقفي نفسك، اصل انا خايفه لا يطلع زيهم، اصل انا خايفه المشروع يفشل زي جارتي لما عملت مشروع من 20 سنه وفشلت كذا كذا. فتلاقي انت بتوقفي نفسك، بقى عندك حاجه اسمها ليميتنج بليف، بقى عندك المعتقدات بتاعتك بتوقفك عن تحقيق اي حاجه. خدي بالك ديننا في آية كده احنا بنقولها، بس في شوية تفسيرات فيها بتاخدنا في حتة تانية غير اللي هنفسرها بيها دلوقتي. لما رب العزة سبحانه وتعالى قال لك في القرآن ونفس وما سواها، كملي، فألهمها فجورها وتقواها. عندك فكرة ان كل نفس فينا فيها الفجور والتقوى؟ صح. بعض الناس تقول لك ايه، ما هو يا ناس خلاص بقت تقيه، يا ناس فجور خلاص تملك منها. لا يا حبيبتي، جواكي شد وجذب طول الوقت. فيجي ربنا يطمنك يقول لك ايه يا حبيبتي، مجاهده النفس دي عليها اجر كبير جدا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني حضرتك لما هتجاهدي بعد ما هتعملي المجهود هيديكي سبيل، ربنا هيديكي السبيل. عملتي المجهود الاول، والذين جاهدوا فينا ايه اللي حصل؟ لنهدينهم سبلنا. ايوه. جميل. فحضرتك مجاهده النفس دي احنا فاكرينها في الصلاه، الصيام، صدقات، معاملات. مجاهده النفس ده في كل فكره، كل فكره في حياتك. انا هقوم اكلم امانيه دلوقتي دي، وانا ممكن يبقى في فيها مجاهده. انا ممكن اكون حد من قرايبي مضطره ان انا اكلمه عشان صله الرحم، طب ما ده محتاج مجاهده. انا ممكن اكون قايمه اعمل اكل وانا تعبانه لاولادي والكذا وكذا وكذا، بس عشان ده واجب عليا، عشان دي مسؤوليتي ودي كذا كذا، ده في مجاهده نفس. ليه ربطنا مجاهده النفس بالعبادات فقط والفرائض فقط؟ لا يا حبيبتي، كل حاجه ده مجاهده نفس. مشروعك اللي عايزه تعمليه في مجاهده نفس، الدايت اللي عايزه في مجاهده نفس. جميل. فانك ما تبقيش عندك طاقه لكن تتحركي رغم عدم وجودها، ده مجاهده نفس. انا عايزه انزل اروح الجيم او عايزه يا ست الكل العب رياضه، فتيجي تقولي نبقى قاعدين كده في قاعده واقول لك والله امانينو انا نفسي العب رياضه، فتقولي لي والله يا نانسي انا كمان نفسي، فتيجي ننزل مره اقول لك يلا والله تعالي نشترك. لا هنشترك ولا هننزل وهنفضل كل ما نشوف بعض نقعد نندب على حظنا ونقول والله عايزين والله عايزين. واقول لك فاكره ده انا قايله لك بقالي 100 مره تعالي ننزل جيم وما نزلناش. ما اديتيش مهمه واضحه وصريحه لمخك. قلتي في العموم زي اللي بتقول لك اصل انا عايزه اخس بتاع 30 كيلو،
احب اقول لك انا جاي لك من المستقبل وبقول لك مش هتخسي. ليه؟ ابدأي بالحاجات اللي تقدري عليها. صح. لان حطي هدف كبير قوي 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 قوي، حاطه نتيجه مش هتعرفي، مخك هيحبطك ان انت تاخدي خطوه ايجابيه. البيبي ستيبس. البيبي ستيبس بالظبط كده. المايكرو جول. شوفي انت عندك هدف مايكرو. حتى لو عايزه اخس 30 كيلو لازم اقول ان انا عايزه اخس 5 كيلو في الاول، او انا هروح للدكتور. انا والله امانينه بشتغل على نفسي، عايزه اخس 1.5 كيلو في الشهر الجاي ان شاء الله. عشان انا عندي نيه من الاول. بس عشان عندها فرح بترجع تتخن تاني. اللي بتخس علشان الساحل، فورمه الساحل، بترجع تتخن تاني في شهر 9. البني ادمه اللي بتجري علشان تختم القران ممكن جدا تختمه وهي مش فاكره هي كام ايه تدبرتها اصلا. بسرعه 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 بسرعه. احنا عايشين في عصر التيك اواي اللي هو كل حاجه عايزه بسرعه. عايزه انجح بسرعه جدا، وعايزه اتعلم منك بسرعه جدا، وعايزه اتعلم عليكي بسرعه جدا، وعايزه انتقم من الاذاني بسرعه جدا، وكل حاجه عايزاها بسرعه جدا. ولكن في الخطوات الايجابيه يا اختي بقى الواحد بقى على قد مجهوده بقى لا يكلف نفسه الا وسعها، وتقولها لك ايه بقى باحباط جدا. اوكي. وانا ليه عايزه قلت الحاجات بسرعه جدا؟ ليه عايزه النجاح؟ ليه عايزه احسن فلانه الفلانيه بسرعه جدا؟ ليه عايزه ابقى شبه كذا 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 بسرعه جدا؟ طب ما تشتغل بسرعه جدا، ما تنزل ارض الواقع. عايزه ليه بسرعه جدا؟ مستعجله النتيجه. عشان مستعجله النتيجه. لكن لو انا عايزه اخس عشان اعيش حياه صحيه، كنت بتفرج السوشيال ميديا كده على واحده ست جميله قوي بحبها، ست جدا ما شاء الله الا بالله، وفت جدا جدا، وحافظه على صحتها وكده. فاللي لفت نظري ان هي برغم ان هي جده وجوزت ولادها وخلاص وكبرت وكده، ان هي ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك في عمرها وصحتها، بتقطع الرياضه جدا جدا جدا. فمره من المرات قالت كلمه انا مش هنسى الجمله دي ابدا. قالت انت بتلعبي رياضه علشان تتسلي، عشان تبقي شويه كده يعني جسمك ممشوق شويه ومشدوده، وتشدي البطن وتشدي الدراع وتشدي الرجلين والكلام ده كله، فممكن قوي قوي ان انت تستمري فيها. لما تبقي عايزه تلعبي رياضه عشان تفضلي بصحتك وما تبقيش تقيله على حد، لو اقول لك الجمله دي انا سمعتها وكنت بره مصر، لو اقول لك الجمله دي اثرت في حياتي ازاي، لانه فعلا مين فينا امانينه عايز يبقى تقيل على حد لما يكبر؟ صح، عندك حق والله العظيم، فعلا فعلا. لما تيجي تقولي انا هنزل اتمشى تلت ساعه كل يوم، انا مش عايزه اتقل على اولادي لما اكبر. بصي الفكر، بصي النية، بصي التفكير السليم الصحيح اللي يخليكي عندك حافز ان انت تعملي بجد. يعني بصي تفكير، انا عمري ما فكرت في الحتة دي، تصدقي؟ بقولك انا الكلمة ان ربنا بعد اقول الكلمة دي واسمعها، وكنت بقولك كنت حاجة مسيباها على الموبايل وبتسلى في وقت ضايع كده او حاجه، سمعت الكلمه دي رنت في ودني لحد النهارده مش ناسيها. لان كلنا عايزين ننزل نتمشى، وكلنا عايزين نلعب رياضه، وكلنا عايزين ننزل نقطع نفسنا في الجيم. مش كده. لا، ابداي تقولي انا هتمشى تلت ساعه وربع ساعه عشان صحتي. تاكدي ان النيه لما بتختلف والهدف لما بيختلف عليه عامل كبير جدا 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 في وصولك او تعطيلك عن تحقيقه. فانت دلوقتي برضو يا نانسي احنا عايزين نحط محاور اساسيه علشان الناس ما تضيعش مننا. محور مهم قوي اللي هو تثبيت الهدف، ويبقى قدامك وتاكدي عليه هدفك ايه، عشان طول ما انت عارفه هدفك وحاطاه قصادك، العوائق اللي قدامك ديت ممكن ما يبقاش لها اي تأثير عليكي. مظبوط. هغير جملة واحدة هي انا هصغر الهدف. هصغره. اوكي. اصغر حاجة ممكنة. اديكي مثال وطبعا الناس هتزعل مني بس مش مشكلة. واحدة ما بتقرأش في المصحف خالص. اوكي.
جميل، والمصحف قدامها، كل واحد فينا عنده 500 نسخه مصحف في البيت. خلاص. ما حدش يجي يقول لها انت لازم تقراي جزء كل يوم. طبعا لا حضرتك، لا مش هتقري. اقري سطرين كل يوم، اسمعي كلام انا. صح. خلاص. صح. هتقولي لي يا نانسي انا عندي ساعه فاضيه، هقول لك لو سمحتي هم 10 دقايق وقومي. ليه؟ عشان انا 10 دقايق عندي ثابتين كل يوم من جزئين، واسيب المصحف 3 اسابيع. خير الاعمال ادومها وان ايه؟ وان قل. محمد صلى الله عليه وسلم. عارفه يا نانسي عليه افضل الصلاه والسلام، عارفه يا نانسي ده الموضوع دوت فعلا انت اثرتي حاجه مهمه قوي. احنا مدارسنا واحنا صغيرين، احنا بقى ما كانش فيه لسه امريكان، مع ان انا كنت مدرسه اسمها الامريكان بس ما كانتش امريكان. كنا بناخد واجبات كتير جدا. لما اولادنا دخلوا الامريكان كانوا ما بيدهمش واجب في البيت. انا فاكره كويس جدا ما كانش بياخدوا واجبات، كانوا بيذاكروا في المدرسه، ولو اخدوا واجب كانوا بيكتبوا لنا كده في الاجنده ما يقعدوش على المذاكره اكتر من نص ساعه. عندك حق وعندهم حق. يا شوفي بقى سبحان الله، فعلا ليكي حق. ان انت علشان يحبوا هم. مره انا سالتها قلت لها اما هو يقعد نص ساعه، قالت لي لو ما خلصت الهوم ورك يقوم. ليه؟ علشان ما يكرهش اللي بيعمله، عشان يجي بكره يبقى حابب ان هو يقعد يعمل الهوم ورك بتاعه. فالكلام اللي انت قلتيه ده فعلا مهم. الكم، احنا عندنا بنركز على الكم وليس الكيف. حضرتك انا مش عايزاكي تركزي على الكيف. واحده ما بتصليش سنن، جميل، بس لا بقى انت لازم تصلي السنن وتعيدي من الصلوات اللي عليكي اللي كانت بعد بلوغك. الله تصلي انت وقعت. بصي ساعدتيها انها ما تصليش الفرائض دلوقتي ولا تصلي السنن، احبطتيها ودمرتي كل الخطه اللي كانت عاملاها. صح يا ست، ابدأي بالشفع والوتر بعد العشاء. اقعدي عليك سنه شفع ووتر. مش قادره مش قادره تشتري معاك، اعمليهم مع بعض 3 مع بعض. اعملي كده، انوي مالكيش دعوه. خلاص، ربنا حبيبتي بيحاسبك على النيه. صح. فاحنا دلوقتي في حاجتين مهمين قوي. اولا الهدف زي ما قلنا، وتصغير الهدف وتبقي حاطه الهدف قدامك. وتاني حاجه على فكره ان انت ما بتكمليش مشروعك ايا كان، دي قله ايمان. لان ربنا مش هيحاسبنا على النتيجه، هيحاسبنا على السعي. بس ما اقدرش اعممها واقول ايمان، لانه ممكن جدا تربيه الشخص ده تكون ساهمت في انه يبقى بيخاف من الفشل، بيخاف من المقارنه، محاسب نفسه دايما، وعنده جلد ذات رهيب جدا، فبتخليه يتوقف عن تحقيق اي حاجه لحسن تطلع وحشه فيفضل يجلد في ذاته اكتر. فخدي بالك، التربيه عليها عامل مهم جدا في اللقطه دي. فعشان كده مش قادره اقول او ما نقدر نعممها ونقول قله قيمه. في حاجه مهمه جدا، احنا عندنا بنحس بملل، بنفقد حب عمل الشيء. صح. يعني انت تقبلك للملل احد اهم عوامل اهم الفاكتورز بتاعك تحقيق اول حاجه هتبقى اصغر حاجه ممكنه والاستقرار عليها. ثاني حاجه تقبلي الملل. مش علامه فشل يا جماعه. الملل مش والله ما علامه فشل، ده علامه انك في مرحله بناء. انت تعيدي تغيير نمط حياتك، انك تملي من حاجه. طبيعي ان انا مش هبقى عايزه كل يوم انزل اروح جيم، طبيعي ان انا هيجي علي وقت مش عايزه انزل اتمشى تلت ساعه، بس ما انزلش اتمشى تلت ساعه غير لما انا ما اشتركتش في الجيم وما رحتش لعبت ساعه ونص وما جبتش بيرسونال. لا، لما صغرت الهدف بقى سهل تحقيقه. ولما تقبل مش قادره ان انا اعمل ده دلوقتي عشان ماليش نفس قوي لا، انا بعمله وهتقبل اني بعمله وانا مش عايزه. زي ما العلماء بيقولوا لنا، لو انت مش حاسه بخشوع في الصلاه ما تبطليش صلاه، كملي صلاه. انت في علامه دلوقتي انك في مرحله البناء. ثالث حاجه، تسمي بين شعورك وفعلك، عشان برضه دي حاجه بتاثر علينا كعرب. لو مبسوطه مش هعمل، اعملي الحاجه حتى لو مش حاساها.
انا هعمل المشروع وعندي مقومات. لقيتي صاحبتك عامله حاجه انجح منك، مش معناها ان مشروعك هيفشل خالص. خدي بالك خالص. سمع، رزقك مكتوب بسقم بخيري اطلب. جميل. رابع حاجه، ارجوكم واتوسل اليكم نقلل مصادر الدوبامين السريع اللي هو ايه بقى؟ السكر والسوشيال ميديا. السكر والسوشيال ميديا. ايوه. ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل لك انك تتحاشي التعرض المباشر للسوشيال ميديا 24 ساعه. ده بيساعدك في تحقيق اهدافك. السكريات يا جماعه سموم بتدخل الجسم. الناس اللي بشوفها بتشرب كوبايه الشاي ب5 واساتذه التغذيه يتكلموا احسن مني كتير جدا، ومش هدخل في القصه دي لان ده مش تخصصي، ولكن السكريات دي سموم بتدخل اجسامنا. اول مره اسمع الموضوع ده يا ننوسه. طبعا اول مره اسمع. السكر والسوشيال ميديا اللي تخلي الدوبامين عندك يقل جدا 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 وبسرعه جدا جدا. طيب خامس حاجه، ارجعي فورا بعد ما تقعي. فورا. ايوه مش صح، في نفس اليوم. صح. هو احنا في الاذكار بنستغفر ربنا الصبح وبالليل. النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا عليه الصلاه والسلام كل مجلس بيستغفر اكتر من 70 مره. عليه الصلاه والسلام. علمنا ان اولا باب التوبه دايما مفتوح. ثاني ان اللي بيغلط في حق يعتذر بسرعه جدا. غلطتي او حسيتي انك خدتي خطوه غلط او احصلتي حاجه، ارجعي فورا فورا. ما تستنيش، ما تقوليش اصل انا بوظت الدايت النهارده هبدا الاسبوع الجاي. لا، فورا. عارفه ننوسه برضو افتكرت ايه؟ كان دايما الناس اللي بيتعلموا سواقه بعد الشر لو حصل وخبط اي حاجه او عمل حاجه لازم في نفس اليوم ينزلوه يركب العربيه تاني، لان طبعا لو ما ركبش العربيه دلوقتي وساق مش هيسوق تاني ابدا. طبعا بيحصل لهم توما. واللي عنده مثلا متحبس في اسانسير او اللي كان بعضه او الكلام ده يبقى عنده تروما مدى الحياه، يقعد يتعالج منها. بس لازم يتعالج منها. sooner the better، الاسرع افضل. عايزين نقول للناس حاجه حلوه كده، ان اي حد ما حققش حلم او هدف لحد دلوقتي انت مش ضعيفه. انت بس متدربه على باللغه المصري بتاعتنا على الانتخه. كسل، في كسل فعلا. ايوه. على الانتخه في ان انا اخد خطوه صح. على الانتخه اني اتغير. يا جماعه احنا اتربينا على العصفور اللي في اليد خير من 10 على الشجره. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ افرض اللي في اليد ده عيان وحالته وحشه، ليه دايما خايفين من التغيير؟ على فكره دي بتتسمى ثقافه شعوب. احنا بنخاف من التغيير. صح. تلاقي الست ولادها مثلا طالعين حبايبي جريئين وبيركبوا حاجات في الملاهي والحاجات دي كلها، ايه ده هيجراله هيحصل ده انا عمري. يا ستي سيبيه، سيبيه ياخد تجربه، سيبيه يغلط. نفسي فعلا الاهالي فعلا يسيبوا العيال تغلط زي ما هم غلطوا زمان. لا ما بنسيبهمش. مكرره. خايف قرار، خايف يروح، خايف انه يطور من نفسه، خايف انه يتقارن بحد. اصل هو ما تعرفش ان ثقافه مسموحه. بدليل ان ناس كتير جدا كبار في السن ويقول لك انا ما اعتذرش لحد. ليه يا حبيبي؟ لا انا ما اعتذرش. لا معلش فلان ده قلت له ما يعتذرش. هو ليه ما تعتذرش؟ ايوه عشان اتربينا على مفاهيم كتير خاطئه. بس الحلو ان كل ده قابل للتغيير. وحاجه لطيفه بس متدربه على الهروب ومخك بتاعت على الطريق السهل. لكن كل مره المفاجاه الحلوه، كل مره بتقومي فيها نفسك حتى لو صغيره في حته جاتوه. امانينو عزمت عليا وانا مبطله سوق حيلك، قلت لها امانينو معلش ما باخدش بعد ساعه تمام. كسفت احترمت رغبتي. شكرا. ما احترمتش رغبتي. بفكر وانا بدات ليه عشان خاطر امانينو؟ لا، ما في هدف قدامي، في هدف قدامي.
هدفك قدام عينك. صح. هدف قدام عيني، انا ماليش دعوه بحد، ماليش دعوه بمين نجحت وعدتني، ماليش دعوه مين يستاهل وما يستاهلش، ماليش دعوه بحد. كل ادم فينا له رحله، له رحله متفصله عليه. في سؤال هيطلع من حد دلوقتي حالا هيقول لك طب ما هو كده الانسان مخير ولا مسير؟ اقول لك الانسان مسير في الاقدار. انا اسمي نانسي، حضرتك اسمك اماني، حضرتك ساكنه في الحته الفلانيه، حضرتك بطولة كذا، انا درست كذا، خلاص خلاص. لكن انا مخيره في رد فعلي. مخيره في رد فعلي. انا اتحطيت في تحدي معين عايزه ابدا في تغيير حاجه في حياتي. حضرتك مخيره في رد فعلك. الاذان بيقدم، في حد بيقوم يصلي، في حد بيقفل الاذان وينام. صح. انت رد فعلك انت هو اللي تتحاسبي عليه. صح. طب انت حرفيا دلوقتي بتعيدي برمجه مخك. عشان اعيد برمجه مخي لازم اني اول حاجه يبقى عندي النيه. لو كل مصر قالوا لي انت محتاجه تغيري من نفسك في كذا 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 كذا، وانا مش شايفه انت محتاجه تغير، مش هتغير. صح. لازم النيه تطلع من جوايا، والا كنا نوينا لعيالنا ونوينا لاهالينا ونوينا لازواجنا، محدش فينا يقدر ينوي لنفسك حتى النيه ما تتقالش. وده كان اول درس في الأربعون النووي. بالظبط كده. يلا خشوا احضروا معانا. ما شاء الله ما شاء الله، كان من اروع الدروس اللي سمعتها، اللهم بارك. ومن ساعتها والله ما فيش حاجه، ده انا لو يعني داخله الحمام بقول نيتي ان انا عشان ربنا يديني الصحه وعشان ربنا عمل، يعني ما شاء الله عليك يا ننوسه. هو ربنا يكرمك حتى، هو ده الاساس، هو اساس الدين. صحيح البخاري بدا بالحديث الاول في انما الاعمال بالنيات، الامام النووي رحمه الله عليه اول حديث كتبه في الأربعون النوويه انما الاعمال بالنيات. الحياه كلها هي الحياه كلها قايمه على نيتنا. صح. سبحان الله. لما بتفكري نفسك انت بداتي ليه من الاساس. كل ما تلاقي اي حاجه بعضها اسالي نفسك وانا عملتها ليه. لما بنحكي من عيالنا وبنتي وابني وعملوا كذا وكذا 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 وكذا، اسالي نفسك هو انا ما كنتش نفسي في الطفل ده او في الولد او في البنت دي؟ هو لو جرالك حاجه دلوقتي اللي هبقى عامله ازاي؟ مش بنقول ان احنا مش هنقوم، مش هنربي، مش هنصحح، ولكن احنا لا نملك الا انفسنا. صح. قصه ان انا عايزه اغير اللي حواليا، فاكر اني كده هتغير، يبقى ده وهم هيشوف. انت التغيير، خليكي انت التغيير اللي عايز تشوفيه في الناس. صح. الناس ما تستاهلش، ما بقاش في حد طيب اللي تديله صباعك ياكل دراعك، الكلام ده كله كلام فارغ. بصي في ورقتك كده حد. هو انا بعمل عشان الناس تقول؟ هو انا بعمل عشان شكلي يبقى؟ هو انا عشان وقد قيل؟ ما احنا عارفين بقى، احنا عارفين، احنا فاهمين في القصه اساسها ايه. لو انت عشان الناس والبيئه والعيله وجوزي واهل جوزي وقرايبي واخواتي يقولوا، تاكدي ان في حاجات مشاكل كتير هتقابلك. لكن لما تبقي انت حطيتي الهدف ده عشان عايزه اغير من حياتي، زي الست اللي قالت انا مش لسه عشان ابقى صاحبتي، انا لسه اعيش حياه صحيه عشان ما تعبش ولادي لما اكبر. حلوه قوي، عجبتني قوي 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 دي، قوي قوي بجد. ما شاء الله. فكر يعني، بص دماغ يعني يا جماعه، دماغ حلوه. لازم نفكر احنا بنعمل كل حاجه ليه. تاكدي لو سالتي نفسك قبل كل حاجه بتعمليها انا ببني ايه والمين، الخريطه بتتغير تماما. العقل الباطن نفسه اول ما بتقولي لنفسك وتحطي النقط دي هو اللي بيبقى مسؤول عن افعالك. فانت لو بتكلمي عقلك الباطن وبتغذيه باللي المفروض يحصل، طبيعي تلاقي افعالك رايحه ناحيه الهدف ده. دي انا جربتها. عقلك الباطن للاسف احنا اول على بعض الاحصائيات يعني والدراسات ان اول 3 سنين في عمر البني ادم، في عمر الطفل، هو اللي بيتكون فيه العقل الباطن. يعني بس في بعض الدراسات تانية بتقول لك 7 سنين، وفي تاني قالوا 9 وكذا. ده اكتر سن احنا بنقارن الولاد فيه ببعض. ممكن نقول كلام انت فالح في حاجه، الكلام ده اللي هنا. عشان كده تغييرنا بيكون اصعب من الشغل. الشغل على طول بيبقى اسهل، لان هم
توفاش. انت عندك دلوقتي ايا كان عمرك كام سنه، اللي عنده سنه دلوقتي عقله الباطن اتكون من هو هناخد اقصى تقديره 9 سنين مثلا، فانت لك 31 سنه عايشه مع الباطن اللي بيقول لك ما هو انت اختك احسن منك، ما هو انت بنت خالتك اشطر منك، ما هو انت مشكله. كارثه كارثه الحته دي والله العظيم، كارثه. تبدأي تعملي مجهود عشان تغيري. اول حاجه ان انا ابدا اكلم نفسي بصوره ايجابيه، بل ان اللي بقوله بتكرر. فكري نفسك، واحنا ليه بنقول الافكار كل يوم؟ حصن، احنا عارفينها. حصن عشان تفكري نفسك، تفضلي تقولي لنفسك وتغذي روحك. تغذي روحك في الافكار. ليه بتقولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه بتقولي 3 مرات كل يوم؟ بفكر دماغي. ما تكرر يستقر ان شاء الله. نحيا بلا اله الا الله ونعيش بلا اله الا الله ونبعث بلا اله الا الله. ودي اهم حاجه، ان انت بتقولي لنفسك الحاجه اللي انت عايزاها تحصل. لما تيجي تقولي لي مثلا يا ننوسه والله اصل انا مش شخصيه صباحيه خالص، عمرك ما تقدري تصحي الصبح بدري. صح. لما تقدري تقولي انا ما بعرفش اتكلم غير لما اشرب قهوتي، تلاقي نفسك غصب عنك حتى لو قمتي مش هتتكلمي الا لما تشربي قهوتك. صح. شوفه يقول لك انا ما اعرفش اتكلم غير قبل صلاه المغرب لما اشرب الشاي، او لما يحصل كذا، او ما اقدرش عيني غير كذا. صح. فانت اللي بتغذي الافكار دي في دماغك. صح. انت اللي مخك يعيش في المنطقه الامنه اللي ما فيهاش تطور ولا تزكيه نفس، او يطور من نفسه ويزكي من نفسه وتحسني من نفسك وتحسني من حياتك وتغيري انماط تفكيرك. حتى ايا كان اتربيتي على عقل لا واعي subconscious mind كان عامل ازاي، تقدري تشتغلي عليه وتقدري تغيري. والحمد لله التطور دلوقتي عندك كل العلوم بقت على الاونلاين. صح. وحاجات كل حاجه ممكن تعلميها وببلاش اونلاين، ولو مش ببلاش نفسك حبيبتي. يعني علشان بس بعض الناس بيقولوا لي اصل الكورسات بقت غاليه، في حاجات كتير على فكره كتير جدا ببلاش، ولو لقيتي نفسك في المجال اللي خدتيه ببلاش ادفعي قرشين وخدي في الحاجه الاعلى شويه هتستفيدي. فانا عايزه اقول حاجه مهمه قوي 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 يا نانسي، اتس نيفر تو ليت. انتي لا يعني انا بفضل رب العالمين انا سني كبير مش صغير، مفيش حاجه تيجي ابقى عيني عليها ونفسي اعملها وحاجه جديده واقول اصل انا سني كبر اصل انا مش هعمل. اتس نيفر تو ليت. انتي فكري اللي انتي عايزاه، وبدام عايزاه ابتديه. انا عايزاكي تقولي كلمه لاي حد يا نانسي نفسه يبتدي مشروع وخايف او عنده اي عائق من الشماعات اللي احنا قلنا عليها. عايزه كبسوله. مشكلتك انك مش قادره. مشكلتك مخك اتعود على السهل ونفسك تهرب من التعب. ليه؟ كل مره بتتحركي فيها بالرغم من عدم رغبتك او انك اتطفيتي شويه او حسيتي باي حاجه بتحبطك من بره، انت مش بس بتنجزي وانت مكمله بالرغم من كل ده، انت بتبني نسخه جديده من نفسك عايزاها تكمل معاكي لاخر يوم في عمرك. الله 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 يا نانسي، الله والله بجد حلوه 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 دي قوي قوي. ان الواحد يشتغل ويبني نسخه جديده من نفسه ده وانت تستاهلي على فكره، انت تستاهلي. مكمل معايا غيري. صح. انا كنت حتى بعد انتقالنا باذن الله لا احنا اللي مكملين معانا. صح. معانا مفيش حد غير احنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وده اجمل امان في الدنيا. ولكن وانت بتبني نسخه جديده من نفسك افتكري حاجه حلوه قوي قوي، ان اي حاجه بتعمليها حتى لو صغيره قوي ومحد شايفها بتاخدي عليها اجر. صح. لانك بتتعاملي مع الكريم. فالكريم مش هيضيع مجهودك. ناس كتير تقولك انا خايفه ابدا لحسن هخسر هفشل هعمل ايه. ليه؟ هو امتى ربنا ما كرمناش؟ هو امتى ما فطرناش؟ امتى؟ صحيح. مع اننا يعني بنغلط كتير بس على طول بيكرمنا.
فسبحان الله، اكبر دليل على ان البني ادم لازم يشتغل لاخر يوم في عمره، ما يقولش انا اتاخرت، انا كبرت، انا راحت عليا، انا كذا انا كذا انا كذا. وده اللي نختم بيه ان شاء الله، انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا قامت الساعه، أيوة. يعني القيامه بتقوم، أيوة. يعني السماء هتطوى، يعني خلاص ما بقاش حاجه، خلاص بقى خلاص. قال لك وفي يد احدكم فسيله. ايوه هي دي اللي كنت عايزه اقول لك تقوليها. والله طب والله انا ما اعرف انك هتقولي لي قوي، والله العظيم عايزه اقول لك عشان انا ما بحفظش قوي، فكنت هقول لك قولي لنا الحديث بتاع فسيله. ده بيخلينا نمشي على حاجه حلوه قوي. لا كمليه علشان في ناس ما يعرفوهوش. قولي الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو قامت الساعه وفي ايدك فسيله، يعني في ايدك اللي هي زي نبته، يعني عارفين التقاوي بتاعت الشجر او البذور. ايوه قامت القيامه وخلاص، يعني خلاص هنبدا الحساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه يا حبيبتي؟ قال لك وفي ايدك حاجه هتزرعيها، ازرعيها حتى لو القيامه هي قايمه، اهي انت شايفه القيامه قايمه، بس بيقول لك ازرعيها. ده معناها ايه؟ ده معناها لحد اخر لحظه في عمرك اسعي، صح، لحد اخر لحظه في الكون اعملي الخير. صح. هو الفسيله دي مش خير؟ وعلى فكره هو طبيعي ان احنا نفشل ونقوم تاني. وهو مين اصلا افتكري كده، مين اصلا من الناس الناجحين العاليين اللي قصاد عينك ما وقعش وقام؟ هو المهم ان انت تقومي، مش مهم ان انت مش تقولي اصلي فشلت وحصل ما قدرتش اكمل. قومي، حتى لو ابتديتي اساسا مشروع وقع، روحي افتحيه تاني، عادي ان هو يقع، غيري من اسلوب تفكيرك، غيري من اسلوب تعاملك. على فكره هو مش وحش ان انت يبقى عندك اخطاء وتصلحيها خالص، بالعكس ده كويس ليكي. خدي بالك من حاجه، هو لازم عشان تحققي طعم النجاح لازم تمر بتحديات. هو احنا اتعلمنا المشي غير لما وقعنا؟ صح، مظبوط. هو يا جماعه احنا بنتكلم في حاجات كلنا مرينا بيها. اول حاجه تروما، صدمه حصلت لنا في حياتنا كانت ايه؟ وقت الولاده. هو احنا طلعنا من بطون امهاتنا بسهوله؟ خالص. رحله بدات بصرخه. احنا لو نسمع سيره الصحابه، الله والله العظيم، ده احنا في نعم واحنا في دلع، بجد في دلع. لكن لو تسمعي قصة سيرة كل واحد من الصحابة، والله العظيم تقولي ايه اللي احنا بنعمله ده، ايه اللي احنا بنفكره ده، ايه اللي احنا ده احنا سيس بجد يعني. خدي بالك انت ليه ما بتفكريش، مش قصدي كأمانين، وقصدي الناس كتير يعني الى ما رحم ربي، ليه لا بقارن نفسي بفلانه اللي عندها كذا وكذا 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 وكذا، واللي نجحت في خلال مش عارف ايه، واللي انا شايفاها لا تستحق بس ربنا اكرمها. احنا كتر تعرضنا الشاشه لما يحدث على السوشيال ميديا ظننا ان هي دي الحياه. صح. ولكن ده 1% من حياه البني ادم اللي انت بتشوفها على السوشيال ميديا دي لقطه. اللقطه اللي بتتاخد دي الصوره كبيرك اتصورتيها في قد ايه؟ 10 دقائق لو مصور، في 23 ساعه انت مش عارفه عنهم حاجه. صح، ده رقم واحد. انت محدش بيصور خيبته. صح، مظبوط، صح، محدش بيصور خيبته فعلا والله. انت ما شفتيهاش وهي بتعاني. انت طب اقول لك حاجه، ما عانتش، اتوقف بقها معلقه ذهب، انا معاك خلاص. هو انت بتتهمي ربنا انه ادالها وما يقدرش يديلك وما رزقكيش؟ صح، دي ولا قله ايمان. ما هي دي بقى، هي دي بجد قله الايمان، غير راضيه. ولا عندي مشكله في عقيدتي، محتاج راجع اسماء الله الحسنى، اعرف مين هو الكريم، اعرف مين هو الحكيم، انه ليه حكمه اني امر المرض ده في التوقيت ده، ان انا اعمل المشروع ده ويحصل لي كذا في التوقيت ده، ان انا جوزي يعمل كذا ويتعرض لكذا في التوقيت ده. وانا لو عندي مشكله
اعالجها عادي جدا. اول حل مشكلتي اني اعترف بيها. ايوه جميل. صح. اي مشكله اقول انا عندي خلل، انا ساعات بحس ان ربنا كذا كذا كذا. اعترفي اشتغلي. لكن انا زي الفل وما بيحصليش، وانا ربنا ما بيرزقنيش ليه وبيديلها هي ليه، دي قاعده من طياره لطياره، دي قاعده في بيت كذا، ده جوزها فلان الفلاني، ده حبيبتي اللي كتب الرزق ده مش انت. وما تعلميش باللي جواها، ما تعلميش. دي الناس دي لما بتكلم مع حد شبه ده، احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. مش عايزه اصدمكم والله يا جماعه. والله العظيم من الامراض النفسيه والتوترات الغير طبيعيه اكم. فبقيت اقول هو اللي ظاهر ده مش هو خالص الحقيقه على فكره، خالص. ولو لاحظتي في العلاج النفسي وفي تحليل الشخصيات وانماط الشخصيات، كل اللي بيعرض السعاده الزايده عن الحد ده هو اكتر واحد محتاج يشتغل على نفسه. صح. اوعي تتغري وتحسي او تتخضي او تدعي في المناظر اللي بتشوفيها، لان كل ما زاد الافوره كل ما كان البني ادم محتاج يشتغل او يلجأ لاخصائي. وكميه رجال الاعمال وسيدات الاعمال اللي بيقوهم قصادكم وغيرانين وحاسين ان حياتهم رهيبه وجميله ونفسي اعيشها، اوعي تتمني، لانك لو عشتيها هتعيشيها كلها على بعض مش لقطات الصور. ولانك تعيش دول في مراكز الصحه النفسيه وفي بيسافروا، بس بيبقى معظم العلاج يا اونلاين يا خارج مصر. لان ما حدش يشوفهم لا رايحين عياده ولا نازلين عياده ولا الكلام ده كله. مع ان انا من اكتر الناس اللي بشجع ان البني ادم يلجأ لمتخصص وانه يعترف بمشاكله ويعالجها، ولان ده ربنا امرنا يعني. الصحه النفسيه زي صحه الاعضاء بالظبط، ده نفس الاهميه يعني. لان هو صحتك النفسيه هي اول جهاز بيدافع عنك، هو اول ديفنس ميكانيزم في جسم البني ادم. فانتوا ما تعرفوش الناس دي عايشين حياتهم عند الدكاتره، ويا ريتهم حتى راضيين على الصور اللي انتوا حتى بتشوفوها وتنبهروا، حتى دي بالنسبه لهم مش راضيين هم مش عاجباهم. على فكره في بعض التمثيليات والمسلسلات والافلام صوروا جانب من الحياه دي، لما بتشوفيها تقولي معقول؟ لا، انا بقول لك ده اكتر. ده اللي باين ده والله العظيم جزء صغير. والله لسه شايفه مسلسل بس كان بتاع هنا الزاهد وحد كده، كان موجود يعني على IPTV. ده جزء صغير، والناس كاتبه بتقول معقول هما كده؟ ده اكتر من كده. انا بشوف بعيني والله العظيم. على رأي واحده كاتبه المستخبي يخض، واحده اسمها شيماء على اللايف كاتبه المستخبي يخض. فعلا المستخبي يخض. ولو علمتم الخير ايه. يعني الواحد بيبقى عشان بس شايف الصوره الحلوه فاكر ان الحياه كلها كده. ولكن اختيار اللي كتب سيناريو حياتك هو الحكيم الخبير العليم الرحيم. فما في حاجه ربنا كتبها لك الا وهي دي انسب حاجه للتوقيت ده. احسن سيناريو ليكي في دلوقتي، تاكدي من كده. اهم حاجه اشتغل واسعى ثم ادعي. صح. لكن ادعي وابقى بتواكل ان انا بدعي بس من غير ما اسعى، شكرا. في النهايه احنا مش ماشيين في طريق اهداف بس يا جماعه. مش ماشيين، ما عندناش اهداف عمالين نعلم عليها علامه صح. احنا ماشيين في طريق الى الله. كلنا اهدافنا لازم هتوصلنا لنهايه واحده، ربنا. كل خطوه بنحاول فيها حتى لو صغيره حتى لو صعبه عند ربنا كبيره قوي. يمكن انت شايفه نفسك بتبدأي وتقفي، لكن اللي شايف محاولاتك كلها ربنا رب العالمين. اكتر حاجه سألني الجميل محمد هشام مره في البودكاست، بيقول لي ايه اكتر حاجه كانت بتخليكي يعني تقدري تواصلي المسيره بتاعتك مع اولادك؟ كنت بقول له ان انا متاكده وحاسه ان ربنا شايف كل حاجه بعملها
فده اللي مقويني ودايما مخليني بعمل. مش مهم على فكرة بعمل ايه اللي هيحصل ولا ايه النتيجة، بس ربنا شايفني اهو، ربنا شايفني وانا بعمله، وربنا ما بيخيبش ظن ابدا حد ابدا. عشان كده حققت ايه؟ عشان كده الناس بتستغرب لحد دلوقتي ازاي امانينه برغم المتاعب والتحديات اللي بداتها في اول رحله حياتها وكانت في عز شبابها، ازاي قدرت وبتتواصل بالمنظر ده. ما على فكره هي مش شطاره وجدعنه، هي ظن في الله، هي حسن ظن في الله ورضا. هي مش حضرتك ما عند ربنا ما خلقلاش عضلاتك ومن اللي عندك خالص 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 والله العظيم. ده انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله غلبانه جدا وطبيعيه جدا 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 ولا قويه خالص، بس عندي رضا الحمد لله. الرضا لمن يرضى الحمد لله. ممكن اللي بين اي بني ادم وبين الوصول لهدفه مش قوه اراده اكبر ولكن لحظات صدق. صح. انا هصدق مع الله، انا هبدا يا رب في طريق، انا مش دعوه بحد، انا مش عايزه اقارن، انا عايزه ابقى نسخه احسن، انا عايزه اشتغل على نفسي. يا رب عيني، يا رب قويني، يا رب لا تكلني الى نفسي طرفه عين. افتكر ربنا ما بينظرش لكمال العمل لكن بينظر لصدق القلب فيه. بالظبط. انت كل مره بترجعي تحاولي، انت مش بس بتقربي قربي هدفك، انت بتقربي ربنا اكتر. اوعي تيأسي، اوعي لان الطريق مش للي ما بيقعش، الطريق للي كل مره بيقع بيقوم ويرجع. صح. انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا ننوس على كلامك الجميل ده الرائع والله العظيم، على راسي واللايف كله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. مبسوطين جدا 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 من كلامك وبيدعوا لك والله. وده طبعا اكيد هيبقى في وعد للايف تاني لموضوع اقوى. تيجي اقول لك انا عايزاكي نتكلم في ايه يا ننوسه المره الجايه؟ قوليلي. ايه رايك نتكلم في خطر التعلق؟ شفتي؟ احجز لنا الويكند يا امانين ونقعد لنا يومين مع بعض. والله العظيم وحياة ربنا يا نانسي انا بجيب لك المواضيع دي من واقع الناس يا حبايبي، بيبعتوا لي الكلام دوت والله، وببقى انتي دارسه ما شاء الله وجذورك الدينيه واساسك الديني جميل. يعني شوفي ما شاء الله انتي بتكلمي الناس الكلام داخل لقلبها على طول. فانا ما اقدرش انا اتكلم لان انا معيش الترخيص ان انا اتكلم. ما خدتش الشهاده يا ستي، درست بس ما خدتش الشهاده. لا لكن معاكي شهادات اكتر من يا حبيبتي ربنا يكرمك. فانتي ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اوعديني ان احنا نعمل لايف تاني ان شاء الله بالموضوع ده. حبيبه قلبي انا تحت امرك. يا رب يخليكي يا رب يخليكي لي يا رب. في الاول نشوف الناس يا رب، بس يا رب نكون خفاف، يا رب نكون بنوصل. لا ما شاء الله يعني يا ريتك كنت فاتحه من موبايل تاني تشوفي المسجات الناس كاتبه ايه عليكي. والله ما شاء الله واكيد هيكتبوا لك على الفيديو. عايزاهم والله يكتبوا عليا انا. اهم حاجه يكون ده فعلا في منفعه للناس لانه هو ده الهدف الاول والاخير بالنسبه لي. والله العظيم. ودي النيه اللي احنا واخدينها سوا ان شاء الله باذن الله، ان احنا نعمل اي حاجه تنفع الناس ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله ربنا يتقبل منا وان شاء الله نعمل يا رب. امين يا رب. امين يا رب. كل الناس اللي اخذوا من وقتهم ودخلوا عشان يسمعوا الفقيره الى الله، واسال الله ان اكون قدمت اقل حاجه ممكن اي حد يستفيد بيها. يا حبيبتي ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. وفي واحده اسمها شروق بتقول لك طنط نانسي جميله وكلامها فرق قوي وجاي في وقته. طنط نانسي دي تلاقي واحده من تلامذتك دي وهي كلامك يا نانسي بيخش القلب. بحبك يا امانينو. لا انت مش متخيله طبعا حضرتك ما شاء الله كلامك مريح ونافع ومش عايزينه يخلص. اهو ايمان بكر كاتبالك والله ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله من اول اللايف، بس ما كنتش عايزه اقطع كلامك واقول لك الناس مبسوطه جدا جدا من كلامك. ربنا يبارك لك ويكرمك يا رب يا نانسي. ويا ريت تخشي بقى اللايف عشان عايزاكي تشوفي وانا بدوق. يا ساره انت
انت جايه متاخره يا ساره حضرتك، احنا مش قلنا عندنا لايف النهارده؟ مش قلنا. طب بتعملي ايه يا امانينو؟ عشان انا كان لازم اتعزم على الاكله اللي بتتعمل يا اختي. بقول لك ايه، حطي رجلك في العربيه وتعالي. والله مش هدوق الا لما تيجي، يلا تعالي حبيبه قلبي. والله تنوري يا روح قلبي. اهو بصي كاتبين لازم لايف تاني، لازم لايف تاني اهو يعني. ده كل الحلوين موجودين اهو، ده كل الحلوين ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولاد خالتي كلهم حبايب قلبي، ربنا يسعدكم جميعا يا رب. ايه الكلام الحلو؟ احنا جروب الشعور النوويه منورين يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأدلة كل الشباب معانا. ايه الحلاوه دي يا امانينو؟ جمهورك يا امانينو. لا يا حبيبتي والله العظيم الحمد لله، دول ولاد خالتي والله، ولاد خالتي كلهم. سعيدك. وريني بقى كده لابسه عدبنا ابو سلاسل ولا لا، عشان ابقى معاها متابعه. لابسه ايه؟ لابسه ايه بتقولي؟ لابسه سلاسيلو ولا مش لابسه سلاسيلو؟ لا مش النهارده، مش لابسه سلاسيلو. كان عندي ورد معين في لبست اللي هو السهل ده النهارده، ما لبستش سلاسل. طب ارجعي لورا عشان اشوف الشياكه. انت كل يوم استني بصي بقى، بصي انت عارفه ده بتاع مين؟ استني ما اخد المايك، استني. عارفه ده بتاع مين؟ بتاع خير الدين، البنطلون. شايفاه؟ بحبه قوي 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 بتاع خير الدين ده قوي. لا بس احنا بس انت بتعقدينا اهو. ده من الاهداف اللي عايزين نشتغل فيها على نفسنا، نخش نطبخ بالشياكه دي. ده من اهدافي يا بنتي. ده انت ما شاء الله ام الشياكه كلها والله العظيم. الله يسعدك ويكبر خاطرك ويبارك لك، ويا رب دايما كده الريلز بتاعتك واللايف بتاعتك وكل اللي بتقدميه يجعله كده خالص لوجهه. امين يا رب، امين يا رب يا حبيبتي، يا رب. دايما كده طاقته حلوه على كل الناس اللي حواليك يا رب يا حبيبتي. بصي بقى انا النهارده نفسي ادخل لايف من التيك توك. عايزه اجرب اللايف. عندك تيك توك؟ عندي. بس للاسف مدفون، ما بفتحوش خالص غير لو حد باعت لي حاجه اشوفها. انا نفسي اخش بس مش عارفه ايه الفلاتر بتاعته غريبه دي يا اختي خالص. لا ده انا منتظراكي تعلميني، انت بتاعت التكنولوجيا. بس لا ده ايه ده مش عارفه اخش بصراحه. خايفه بس عارفه بصي اهو لسه بنقول ايه وتقولك خايفه تخشي. يا بنتي خشي، هتخافي من ايه؟ بس حاسه الخط عايزين نبطله بقى يا امانينو، عايزين نبطله. بس انا عمري ما دخلت بصراحه، بس خلينا نخش نشوف نجرب، لان في ناس كتير قاعد تقول لي عايزين على فيسبوك، وانا برضو ما دخلتش على الفيسبوك وما دخلتش على، ما بخشش الا على الانستجرام بس خلينا نحاول. حاولوا تقولي على التيك توك يا جماعه بنفس اسمي اماني السعداني. هو دلوقتي مش المفروض انه ممكن يفتح التيك توك مع الفيسبوك مع الانستجرام، ولا لازم كل حاجه ليها موبايل او ليها جهاز؟ لا ما ينفعش كله مع بعض، ما ينفعش كله مع بعض. استني كده اما اجرب. روحي كده افتحي كده التيك توك كده وشوفيني كده. حاضر. شوفيني كده والنبي شكلي ولا هعرف يا اختي. يعني احنا دلوقتي هنكمل بقيه الطبخه، انا هدخل اتفرج بقى مع هدوق بقى. انا دلوقتي هدوق على تيك توك. طب بس فهميني. بس موجوده برضو على الانستجرام برضو. حلو قوي. انا هكمل على الانستجرام واحاول ادخل على التيك توك اشوف. فهميني بس الاكله ايه عشان ابقى في الصوره اعرف النهارده طبختي ايه. طبخت صينيه لحمه مفرومه بالبطاطس. بقى يعني طيب تغزيني. طيب يلا تعالي بقى عشان ندوق سوا. يا روح قلبي ربنا يسعدك ويجعل بيتك دايما كله كرم وخير امين يا رب العالمين. بصي بقى صينيه البطاطس دي باللحمه المفرومه. بسم الله بسم الله. اهي 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 الصينيه دي من غير طماطم بقى ولا حاجه، في الخفيف الخفيف الخفيف. ما شاء الله تحفه. ويلا عشان تدوقي معايا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. ايه ده في واحده بتقول لي كله بيدخل كده يا امانينو كده. الناس
شروق اهي بتقول لا عادي ينفع الاثنين مع بعض. انا تصدقي ما اعرفش والله، لما حد يقول لي بقى. طب ايه يا جماعه كده، معقوله سايبين استاذه امانين ومش قايلين لها انا عارفه. لا حد يقول لي، حد يقول لي عشان انتي تقولي لي تشرحي لي بعد كده. لا انا اعرف. يعني اللي بيقول ده بقى يقول لي ازاي وانا اجربه. والله انا دخلت اهو لايف على التيك توك. تعالي لي بقى على التيك توك لو سمحتي. يلا بينا. يلا بينا. جدا جدا جدا. يلا شكرا 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 يا حبيبه قلبي، والله ربنا يخليكي ليا يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا يا نانسي. شكرا جدا. انت دايما السوشيال ميديا بتاعتك منبر للعلم اللهم امين امين يا رب العالمين يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي يا حبيبه قلبي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واول لايف اعمله من التيك توك، اول لايف، والفلتر شكله غريب خالص مش عارفه اغيره لاني ما بعرفش في الفلاتر بتاعه التيك توك. تعالوا ندوق الاكله الحلوه اللي عملتها. يلا بينا. اجيب طبق واجي جري جري جري. جيت الفلتر حلو. لا انا حاسه انه فلتر غريب قوي، مصفرني كده ولا ايه؟ مش عارفه، شكله غريب. اول مره اطلع لايف على تيك توك، اول مره. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صينيه لحمه مفرومه بالبطاطس، عملتها وقت اللايف. بسم الله بسم الله بسم الله. انا بحبها قوي، بتبقى خفيفه وسهله ولذيذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا لهوي على الفلتر شكله غريب. يلا بينا، يلا ندوق سوا سوا سوا. مين عايز قرن الفلفل ده وبيحب قرن الفلفل ده؟ يا ننوسة نورتي. انا مش عارفة، انا يعني مختارة اصلي فلتر هنا غريب، ما بعرفش في الفلاتر بتاعت التيك توك. اول مرة لايف على التيك توك، اول مرة. معلش. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حلوة وخفيفة ورائعة. بطاطس. اهلا 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 بيكم هنا وهنا. الا ممكن اغير الفلتر. قولي ممكن اغير الفلتر. ناموسه ممكن اغير الفلتر كده هنا. اغير الفلتر ازاي؟ حد يقول لي، حد يقول لي. تعالوا ناكل. يلا. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة تحفة. تسلمي يا رانيا، بس عايزة اعرف اغير الفلتر ازاي، مش عارفة. ممكن كده نجرب. لا مش عارفة، بلاش بقى اعك بدل ما ايه
تسلمي يا رب يا روح قلبي، ربنا يخليك. انا عايزه اموت الناموسه دي. ماتت تفتكروا؟ لا ما ماتتش. تسلمي يا رب يا ننو. الطريقه سهله وخفيفه ورائعه وبجد بجد طعمه. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله بسم الله بسم الله. بس لو اغير الفلتر ده، حد يعرف اغير الفلتر ده ازاي يا ولاد؟ ازاي؟ قولولي ازاي. الله 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 الله. انا بجوعكم، عايزه اوريكم الصينيه بس باكل ايه. عملت اياه، اسمك ايه؟ اعمل ايه مش عارفه. بصوا عملت الصينيه دي في اللايف. عملت صينيه لحمه مفرومه بالبطاطس، خفيفه وسهله ورائعه رائعه، تحفه 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 تحفه. نفسي ادوقكم والله، نفسي ادوقكم. يلا 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 يلا. بسم الله بسم الله بسم الله. الله بجد يا ساره برافو عليكي. محتاجه شوايه فرن فعلا، بس انا كسلت فعلا. ماريفان هي محتاجه تحط شويه في الفرن. بس حلوه حلاوه والله العظيم، حلوه حلاوه وطعمه طعامه. يلا تعالوا معايا. بسم الله بسم الله. ازاي نخس وناكل اكل هيلثي؟ اقولك خدي منجارو. مش مفروض اقول كده يعني، بس خدي منجارو. كانوا اقفل الانستجرام